الطمع عمى عيون الناس وعمى قلوبهم، وبسبب الطمع 3 رجالة طول الباب قتلوا طفل عمره 6 سنين، وده كان تاني يوم العيد الكبير اللي فات، وقطعوا كفوف ايده علشان يستخدموها في قضاء مصالحهم الشخصية. الجريمة دي أكبر دليل على إن فعلا الطمع بيعمي صاحبه. إزاي ما فكروش قبل ما يعملوا كده إن في بدل الدليل مليون هيبقى وراهم؟ إزاي ما فكروش إن زي ما في 100 مليون جريمة قبلهم و100 مليون جاني اتقبض عليه، هما كمان هيتقبض عليهم؟ يعني قتلوا طفل علشان يفتحوا مقبرة آثار. طب حتى لو المقبرة اتفتحت، انتوا بتدفنوا نفسكم فيها بجريمة زي اللي عملتوها دي. الجريمة دي والله ما مجرد جريمة غريبة، في زيها وأبشع منها كتير على فكرة، بس الدرس اللي فيها هو إياك والطمع وطريق الحرام والغلط علشان آخرته محتومة. هدخل في الموضوع بقى. الأول هقول لكم إن القضية دي حصلت في أسيوط، قرية الهمامية. أبو الطفل محمد راجل اسمه عصام ده مسافر برا مصر وبيجي في مصر في الأجازات وبس، فلما بيجي بما إنهم في قرية، من طباع القرى دي في الأعياد بيبقى فيه تجمع في مكان كبير العيلة سنا. المهم عصام ده جه أجازة، وفي العيد الصبح خد مراته وعياله ودخل قعد عند ابن عمه الكبير اللي بيته فوق بيتهم أو جنبه تقريبا. واللي عرفناه إن ده طبيعي، لأن عصام طول أجازته مقيم عند ابن عمه الكبير ده ومتجمعين هناك على طول. فمين ابن عمه ده بقى؟ ابن عمه هو أكبر منه سنا، متجوز وعنده 3 رجالة يسدوا عين الشمس. ظروف ابن عمه دي ما كانتش كويسة أبدا، كان على قد حاله، بس عصام كان بيعطف عليه بما إنه مسافر برا. فابن عمه ده ما كانش راضي بعيشته، وكان عايش حياته هو وولاده الرجالة ال3 بيدوروا على آثار، وكل يوم والتاني يجيبوا شيوخ يدوروا على آثار في البلد. وده لأني أصلا معروف إن الهمامية دي بلد الآثار وفيها مقابر آثار كتير قوي، فهم كان عندهم أمل يلاقوا مقبرة. والهوس كان واصل بيهم بإن تليفوناتهم كانت مليانة صور لآثار وأرقام شيوخ ورجالة حفر، وكانوا كل يومين يروحوا لحد في البلد ويقولوله هنجيب لك شيخ يشوف لك عندك آثار في البيت ولا لأ، ولو عندك هيطلعها ونقسم كلنا سوا. فالناس كانوا بيرفضوا والمواضيع بتتقفل، بس كان عندهم خلفية إن الآثار هتجنن الشباب دي وأبوهم. لحد ما في يوم جابوا شيخ قال لهم بدل اللف ده كله، أنا عارف مقبرة آثار غويطة جدا، لو عرفنا نجيب عيل صغير نموته عليها هتتفتح على طول. أو مش لازم عيل صغير، أي قطعة من جسمه، إيد، رجل، أي حاجة من ريحة جثة عيل صغير هتترمي بدمها على المقبرة من هنا، وطاقة القدر هتتفتح من هنا. بدأوا يفكروا مع الشيخ بدون تردد عن الطفل اللي هيعملوا فيه كده، لحد تاني يوم العيد اللي بيوافق يوم 16/6/2024، وده كان يوم الحدث الكبير. اليوم ده محمد وأمه وأبوه راحوا يعيدوا على ابن عم أبوه، وهم قاعدين محمد زهق وراح لأبوه طلب منه مفتاح البيت بتاعهم علشان يجيب تليفون أمه من جوه ويلعب عليه شوية علشان زهقان. ساعتها ال3 الجناه حسوا إنهم لقوا الضحية، أو كانوا مخططين من قبلها، الله أعلم. اتسرسبوا ورا بعض من البيت، وبعد ما عصام ادى محمد ابنه المفتاح ودخل محمد علشان يجيب التليفون اتأخر، فأمه استغيبته وراحت تشوف هو راح فين، فما لقيتهوش برا البيت ولا حتى جوه البيت. بدأوا يسألوا يشوفوه راح فين، خصوصا إنه ما بيروحش في حتة، يعني يوم ما بيخرج بيلعب مع أصحابه قدام البيت وبس. المهم دخلت أم محمد لجوزها وقالت له إنها مش لاقياه حوالين البيت. بدأوا يدوروا عليه في كل الأماكن اللي حواليهم، ولما اتأخر أكتر وأكتر كان أبوه وأمه وقرايبهم ماشيين في الشوارع ينادوا على محمد، يمكن يكون قاعد في حتة وسرحان في اللعب، بس ما لقيهوش برضو. وهم لسه بيدوروا، في ناس أصحاب أرض زراعية بعيدة شوية عن بيتهم بلغوا إنهم لقوا جثة طفل مرمي في الأرض الزراعية بتاعتهم. وساعتها كان أبو محمد راح يعمل تغيب، بس قالوله بعد 24 ساعة بنبدأ نحس إن الوضع خطر، لكن دلوقتي ممكن تلاقوه يمين أو شمال. ومفيش أول ما جالهم خبر الجثة اللي لقوها بدأت التحريات تشتغل،
وبلغوا أبو محمد يجي يتعرف على الجثة اللي عثروا عليها. وساعتها كانت الصدمة بالنسبة للكل، لقوا إن الطفل اللي عثروا عليه هو فعلا محمد. حصلت حالة غريبة في البلد، وبدأت أصابع الاتهام كلها تتلف حوالين المتهمين، لأن في من شهود العيان قالوا إنهم آخر مرة شافوا محمد كان ماشي معاهم، ومنهم اللي قال إنهم كانوا بيدوروا على طريقة يفتحوا بيها مقبرة آثار، ومنهم. ولما الكلام ده انتشر بعد قتل محمد والتحريات اشتغلت على ال3 شباب دول وأبوهم، والمباحث قبضت عليهم في القضية دي تحت التحقيق، كان أبو محمد عصام رافض الفكرة تماما وعايز يبرئهم بأي طريقة، لدرجة إنه طلع في قناة الحدث اليوم وقال إنه بيرفض اتهام أي حد من قرايبهم، وإنه مش راضي عن حبس قرايبه في القضية دي لأنه عمره ما أذى حد منهم. وكمان المتهمين كانوا بينكروا كل ده قدام النيابة، لحد ما التحقيقات قدرت تخرج منهم كل الاعترافات، وحكوا قصة الشيخ اللي قال لهم إنه عايز أي أعضاء من جسم طفل وكل ده. وبعد مجهود جبار من رجال الأمن وضغط كبير اعترفوا بكل حاجة بالتفصيل، واعترفوا كمان إنهم لسه محتفظين بكفوف محمد اللي قطعوها دي، وما لحقوش يدوها للشيخ لأن الدنيا اتقلبت فجأة. وفي الحقيقة مش شايفة أي حاجة تخليهم يتفاجئوا إن الدنيا اتقلبت غير إن فعلا الطمع عمى قلوبهم، ودي آخرة الطمع. وحاجة أخيرة، الرضا لمن يرضى. ودي كانت نهاية قصتنا النهاردة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا.